هل سامسونج فعلا بدأت تتخلى عن ال QLED في 2026؟ السؤال ده بقى يتكرر كتير في الفترة الأخيرة، خصوصا مع انتشار شاشات الميني ليد الجديدة في السوق. والغريب إن ناس كتير بدأت تفترض تلقائيا إن أي تقنية جديدة معناه إن التقنية القديمة انتهت. بس خلينا نفكر شوية بهدوء. هل فعلا شركة بحجم ومكانة سامسونج هتسيب تقنية زي ال QLED بسهولة؟ ولا اللي بيحصل مجرد تطوير وإعادة توزيع في فئات الشاشات؟ في الحقيقة QLED لسه موجود وبقوة، ومازال بيعتمد على واحدة من أهم التقنيات اللي ظهرت في عالم الشاشات والتكنولوجيا، وهي الكوانتم دوت. التقنية دي ببساطة بتخلي الألوان أنقى وأعمق وأقرب للواقع في المشاهدة اليومية، وده سبب إن ال QLED لسه محبوب جدا عند ناس كتير. لكن في نفس الوقت ظهر اتجاه جديد اسمه ميني ليد. الفكرة هنا إن بدل ما الشاشة تعتمد على إضاءة كبيرة واحدة، بنقسم الإضاءة لمئات أو آلاف النقط الصغيرة جدا، وده بيدينا ميزة مهمة: تحكم أدق في الإضاءة حسب كل جزء في الصورة. يعني إيه الكلام ده في الواقع؟ يعني سواد أعمق في المشاهد المظلمة، كونتراست أعلى، وتفاصيل أوضح في الظلال. ونظريا ده بيخلي الميني ليد تتفوق بسهولة. بس الواقع دايما فيه تفاصيل زيادة، لأن مش كل الميني ليد بيتنفذ بنفس القوة. في فئات معينة عدد مناطق الإضاءة فيها بيكون محدود، وده بيقلل الفرق اللي المفروض تحسه. يعني ممكن تلاقي ميني ليد في الفئة الاقتصادية أداؤه قريب جدا من شاشة LED بس متطورة، وفي نفس الوقت ال QLED في فئة متوسطة أو أعلى بيقدم صورة متوازنة وألوان قوية جدا بس بمناطق تعتيم أقل. وعشان كده المقارنة مش اسم تقنية ضد اسم تقنية، لكن احتياج ضد احتياج. وده اللي بيخلي الموضوع معقد شوية، لأنك ممكن تلاقي ميني ليد قوي جدا في الجيمنج لكن أقل في الألوان، أو العكس تماما في QLED. طيب الخلاصة: الكيوليد ألوان قوية زائد تجربة مشاهدة ثابتة. الميني ليد تحكم أفضل في الإضاءة زائد كونتراست أعلى بكتير بس على حسب الفئة. وده معناه إن مفيش حاجة اسمها تقنية انتهت، في حاجة اسمها تقنية بتتطور وبتاخد أشكال مختلفة على حسب فئة الشاشة. لو بتفكر تشتري شاشة، ما تركزش على الاسم بس، ركز على الأداء الحقيقي. اكتب لي استخدامك في كومنت وأنا أقول لك تختار إيه.